السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى فراخ مشويه بتتبيله الحادي في البيت بكل سهوله. تتبيله فوق الرائعه، حلوه قوي قوي، وازاي تطلع معانا جميله كده وطعمها مميز وكمان لونها مميز زي ما حضراتكم شايفينها كده. قبل ما نبدا وصفتنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا بسم الله. معايا هنا فرختين نضفتهم كويس قوي في محلول النقع اللي عملناهم مع بعض قبل كده واتصفوا تمام. كل فرخه هتاخد معايا طماطميه واحده، فلفلايه واحده، بصلتين متوسطين او بصله واحده كبيره. تمام، انا هنا ضاعفت الكميه عشان خاطر اعمل فرختين. تمام، وطبعا ما تنسوش قرن فلفل حامي بيدي تيست حلو قوي. معايا كمان حوالي كده معلقه كبيره من الثوم المهروس. معايا كمان عدد ليمونتين، برضو كل فرخه بتاخد ليمونه واحده، يبقى كل حاجه من الخضار حاجه واحده بس. تمام، هبدأ كده في البهارات الفراخ الحلوة جدا. هيكون معايا فلفل أسمر، كمون، بابريكا، بهارات فراخ، كزبرة، ومعايا جنزبيل وشوية ملح، وطبعا مكعب مرق من كل حاجة معلقة كده كبيرة. لو الفرخة واحدة يبقى معلقة صغيرة. يلا بينا نحضر تتبيلة حلوة جدا. أول حاجة هنزل كده في الكبة بتاعتي، نزلت بالخضار. أول حاجة الفلفل بالشكل ده، لا حار ولا عادي. وبعد كده يا حبايبي نزلت بالبصل بتاعي زي ما قلت لحضراتكم، كل فرخه بتاخد بصلايه كبيره او بصلتين ووسط بالشكل ده يا حبايبي. وبعد كده نزلت بالطماطم بتاعتي، يبقى نزلت بالفلفل والبصل والطماطم، قطعتهم مع بعض بالشكل ده. انا هفرمهم ناعم كويس قوي عشان اعمل تتبيله كده حلوه مميزه. نزلت كمان بالثوم ونزلت بالليمون بتاعي، عصرت الليمون بتاعي كله كده بالشكل ده حبايب قلبي. واخر حاجه نزلت بيها كله على بعضه كده البهارات. كده ما شاء الله انا بحضر تتبيله مميزه زي افخم المحلات. تتبيله سهله وبسيطه جدا، وعلى قد سهولتها ما شاء الله بتدي تست حلو قوي للفراخ. جربوها وعلى ضمانتي هتعتمدوها ان شاء الله وهتدعوا لي كمان. هبدا كده يا حبايبي بالشكل ده، فرمتها ناعم. بص اللهم بارك. هنا كمان ضفت معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الزيت، وقلبتها تقليبه كمان. شوفوا ما شاء الله لون التتبيله وقوامها، ده القوام المطلوب وده كده التست المطلوب ليها. بعد ما اتأكدت ليه الفراخ بتاعتي اتصفت تماما، نضيفة زي الفل بالمناديل كده. هبدأ انشفها تماما كده من اي زوايد مية فيها بالشكل ده حبايبي. الفراخ بتاعتنا نضيفة زي الفل، اهم حاجة بس تكون تتصفى كويس قوي عشان تشرب التتبيلة بسرعة على طول. زي ما قلت لحضراتكم الخطوة بتاعت الفراخ دي عملتها قبل العزومة بيوم عشان تتبل معايا وتشرب التتبيلة، ودي تركية مهمة جدا. وعشان كده الفراخ تتشرب التتبيلة تماما، هبدأ كده بطرف السكينة هعمل فيها فتحات كده عشان التتبيلة تتوغل في الفراخ كلها، وتبقى الفص كله او الفراخ كلها ما شاء الله اخده من طعم التتبيلة وشرباه كويس قوي. الخطوة دي مهمة جدا حبايبي. هبدأ كده فتحات بالشكل ده كده، وبعد كده هبدأ كده بره وجوه بالتتبيلة بإيدي كده. هعمل لها كده تدليك كويس قوي بره وجوه وتحت الجناح وفي الفتحات اللي عملتها. انا عايزة الفراخ بتاعتي تتشرب من التتبيلة الخطيرة ديت عشان تديكي كده طعم مميز حلو جدا. اللهم بارك ما شاء الله. بالشكل ده حبايبي كده جوه وبره وتحت الجلد. انا هنا سايبه شويه جلد بساط خالص خالص عشان تديني كده لون حلو مميز. وبورق الاسترتش بتاعي هغطيها واسيبها في التلاجة ليلة كاملة، تكون افضل ليها اللي هي تبات في التتبيلة ليلة كاملة. لو مستعجلة يبقى تقعد في التتبيلة ساعتين. هنا حبايبي شكل الفراخ بتاعتي بعد اللهم بارك اما باتت في التتبيله، شاربه التتبيله ما شاء الله، بيبقى ده شكلها. هبدا كده اللهم بارك، بصوا عامله ازاي شاربه التتبيله حلوه. زي ما قلت لحضراتكم يفضل تقعد في التتبيله ليله كامله. لو مستعجله عليها ممكن نسيبها ساعتين في التتبيله، مش اقل من ساعتين. هشيل كده الفراخ بتاعتي بالشكل ده. شايفين ايه التتبيله دي؟ في نفس التتبيله هقطع فيها كده بصل جوليان جوانح اي كميه انت عايزاها. تمام، انا هنا مقطعه حوالي بصلتين كبار جوليان جوانح كده في نفس التتبيله ديت. وبعد كده هبدا اضيف عليها الفراخ تاني. انا هعمل ايه؟ انا هشويها في الفرن بالتتبيله الجميله ديت، تبقى معايا طعمها في منتهى الجمال. بجد يا جماعه جربوا التتبيله بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله وهتعتمدوها في كل وصفاتكم باذن الله. هنا كمان زودت شويه صغيرين من الفلفل. وهبدا الوقت كده بالتتبيله مع البصل عشان البصل يتشرب كمان من طعم وريحه التتبيله بتاعتنا. بالشكل ده حبايبي هبدأ أوزع البصل بتاعي في الصينية بتاعتي أو القالب بتاعي بالشكل ده. تقدري تستغني عن خطوة البصل بس بتدي طعم مميز جدا لصينية الفراخ بتاعتنا. هبدأ كده أرص الفراخ بتاعتي بالشكل ده حبايبي. بالشكل ده حبايبي الجزء اللي فيه العظم تحت واللحم فوق بالشكل ده هرصها كده. رصيت الكمية بتاعتي كلها اللهم بارك. هبدأ الوقت كده أضيفها في الفرن. بس قبل ما اضيفها في الفرن كده هغطيها بورقة من الزبدة وعليها ورقة فويل عشان تاخد معايا سوا كامل.
بالشكل ده يا حبايبي غطيتها بورق الزبدة وعليها كده قطعة من ورق الفويل. هتاخد معايا سوا قد ايه؟ هتاخد حوالي ساعة في درجة حرارة 200 فرن عالي مسبقا. انا مسخنة الفرن كده قبل ما اضيف فيه الصينية بتاعتي. هتقعد بالظبط ساعة زمن وهتطلع معاكي ألذ وأطعم فراخ ممكن تجربوها. وده يا حبايبي اللهم بارك شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله شكلها كده يتكلم عن نفسها. طب عشان اديها اللون الحلو كده واللمعة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي نفس التتبيلة بتاعتها اللي نزلت بيها كده بالفرشة. هبدأ ادهنها دهنة حلوة كده بالشكل ده تطلع معاكي رهيبة يا جماعة. بجد طعمها مميز جدا جدا. انصحكم تجربوها. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير واللي عجب وصفتنا النهاردة يرفع الفيديو عشان ان شاء الله كل يستفاد. مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدني وبتفرحني. دمتم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.